منح الجنسية لجميع المغتربين الذين لن يغادروا السعودية قبل ذلك تاريخ. هل أنت منهم؟ في الأيام الحالية انتشر أخبار مفرحة عن صدور أمر ملكي في المملكة العربية السعودية بمنح بموجبة الجنسيات السعودية للمغتربين والوافدين الأجانب الذي لن يغادروا السعودية خلال فترة زمنية معينة. وهذا الأخبار أثارت تفاعلا كبير بين المغتربين الذين يحلمون بالحصول على الجنسية السعودية والاستفادة من المزايا التي يحصل عليها المواطن السعودي. وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية شروط الحصول على الجنسية السعودية. الحصول على الجنسية السعودية يتعين على الأشخاص الراغبين تلبية بعض الشروط والمتطلبات المحددة، وفيما يلي سنتعرف عليها. الإقامة القانونية: يجب أن يكون للشخص إقامة قانونية في المملكة العربية السعودية، وأن يكون مستوفيا لجميع الاشتراطات والقوانين المتعلقة بالإقامة. فترة الإقامة: يجب أن يكون قد مضى المتقدم فترة زمنية محددة في المملكة دون مغادرتها، وذلك وفقا للمادة التي تم تحديدها في المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن. والسلوك الحسن: يتعين على المتقدم أن يظهر سلوكا حسنا ويتمتع بسمعة جيدة في المجتمع، وأن يلتزم بالقوانين والأعراف المحلية. والمساهمة في التنمية: يتطلب الحصول على الجنسية السعودية أن يكون المتقدم إسهامات ملموسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة، سواء من خلال الأبحاث العلمية أو المشاريع الابتكارية أو الأعمال الخيرية المتطوعة. وأيضا الحقوق الاجتماعية: يجب للمواطن السعودي الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة، مثل رعاية الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، إن كان حصل على الاستفادة من الجنسية السعودية.